نهاية محمد صلاح اقتربت وراح نشوفه في نادي سعودي قريبا. ومين هي حبيبة بيلينغهام اللي كل الناس بتحكي عنها؟ كل ذي الاشياء بتعرفوها اليوم في الفيديو. كل الناس اللي شافت مباراة ليفربول وويستن شافوا المشاهدة الكلامية اللي كانت بين كلوب ومحمد صلاح. وهل ممكن تكون ذي نهاية محمد صلاح مع ليفربول زي ما صار مع كثير لعيبة ثانية ومنهم كريستيانو؟ يعني نفس السيناريو راح ينعاد مع محمد صلاح زي ما صار مع كثير لعيبة. أول مشكلة مع المدرب نلقاها على بعض عشان المشاهدة الكلامية اللي كانت بيناتهم ما كانت عادية. فبنرجع ورا الوقت المباراة، وفي الدقيقة 81 قرر كلوب إنه يدخل محمد صلاح في مكان دياز، والنتيجة كانت تعادل 2-2 ليفربول وويستون. إن شاء الله أقول اسمهم صح يعني. وهنا قرر كلوب إنه يدخل محمد صلاح في مكان لويس دياز. بس عزيزي المشاهد، ذي ما كانت أول مرة واللي بيكون فيها محمد صلاح على الدكة، وما كانت أول مرة من لما رجع من الإصابة. ونفس الشيء صار في مباراة مع فولهام واللي بدل فيها دياز بصلاح في الدقيقة 79. بس الغريب اللي صار ذي المرة المشادة الكلامية اللي صارت بينها وكل الناس حكت عنها كانت لما كلوب مد ايده عشان يصافح صلاح، بس صلاح رفض انه يمد ايده. ما عيب عليك يا عم صلاح، مد ايدك، عيب الرجال قد ابوه. بس لما سألوا كلوف بعد المباراة قال انا مش هجاوب الا بحضور المحامي تاعيتي. People are discussing your exchange with Mo Salah before he came on. Can you tell us what was being said? No, but we spoke already in dressing room. For me, that's done. بمزح، قال مش هجاوب يعني. كاني زودتها شوي بس صلاح ما قدرش يمسك نفسه ولمح وقال سأشعل النيران لو تكلمت. الخبر الثاني اللي عندنا، الصعلوك اللي كل مدريدي بيحبه، العزيز على قلبي، بيلينغهام. صاحب ال20 السنة اللي كشفنا الستار عن مش حياته الشخصية، حياته العاطفية. احذر ايش؟ طلع مش مصاحب فينيسيوس، طلعت عارضة ازياء يا شيخ. هولندية مزة، صاحبة الشعر الاشقر والنظرة الحساسة والوجه اللامع والجسم الرشيق، صاحبة الابتسامة العريضة، لورا سيليا فالك. اسمها أطول مني. احنا اسفين عزيزي بيلينغهام، مش قصدي اني اتدخل في حياتك العاطفية، بس حبيبتك بترغي كثير يعني وعرفت كل الناس. ذي حتى عمال الباركينج خبرتهم انها حبيبتي. ذا تيب ممتاز، انصحك جربوا معه. انت عبقري هيك من شيء لا يوصف. وذا بس فيديو اليوم كان خفيف رشيق، وشوفوا الفيديو الجاي وان شاء الله عجبكم. ها ان شاء الله. بالله ايش رايكم في الحلقة؟ ها ايش رايكم؟